أو بيتعلق بالتعبير أو بيتعلق بالتنمية والنهوض، أنا متفائل جدا، وأدعو الله سبحانه وتعالى كما أنها كلل هذه الثورة بالنجاح وبالقضاء على هذه الطاغية أن يمن على بلادنا بالاستقرار والسلام والأمن والنمو والرقي إن شاء الله. إذن صور القذافي قتيلا ما زالت تتوالى، وهذه صور خاصة بالجزيرة للقذافي بعد مقتله. وكما قال ناصر البدري فإن ابنه المعتصم ربما يكون قتل أيضا في تلك المعركة. هناك على وكالة الأنباء الفرنسية خبر يتحدث عن العثور على جثة معتصم القذافي مقتولا في سرت، وأنه جثته وجثة أبو بكر يونس جابر وزير الدفاع في نظام القذافي نقلتا إلى مصراتة. سيف الإسلام القذافي ما زال طليقا، وهو الذي كان الذراع اليمنى لأبيه، ما زال طليقا. لا نعرف ما إذا كان قد توجه، وربما تتضارب الروايات حول توجهه إلى النيجر أو بقائه أو هائما في الصحراء الليبية. ما زال هذا السؤال معلقا. إذن هي نهاية القذافي ونهاية نظامه، هي نهاية الحرب في ليبيا، ربما هكذا يأمل الليبيون. هي بداية بناء الدولة الليبية الحديثة، وهي بداية لن تكون سهلة على كل حال. سيد بشير عاشور، الآن هذه الصور التي نشاهدها على الشاشة للقذافي قتيلا، ماذا تقول عن هذه؟